نقدم خالص العزاء والمواساة للشعب المصري جميعا. الجزئية اللي أنا هتكلم فيها هنتكلم في 3 نقط بالظبط. النقطة الأولانية إنه يوم في ال3 أيام اللي فاتوا من الجمعة والسبت حصلت 3 حوادث إرهابية خارج وداخل القاهرة. بالنسبة للحوادث الإرهابية اللي حصلت بالنسبة لخارج القاهرة وداخل القاهرة يوم الجمعة كانت بسبب الأكمنة الثابتة اللي الوزير والقيادات الأمنية مصممة على إن هي تثبت الأكمنة وتجعلها صيد سهل للإرهابيين، وده بنحمل المسؤولية كاملة لوزير الداخلية النهاردة، بنحمله لمسؤولية الإرهاب كاملة. الجزئية الثانية اللي حصلت في الكنيسة البطرسية إنه اللي الشاب اللي دخل بحزام ناسف، او الست اللي دخلت بحزام ناسف. الحزام اتفضل بس في عجال. الحزام الناسف انا ما فيش اسرع من كده. الحزام الناسف اللي دخل بيه يبقى معناها عدى امنيا ازاي؟ هل هي تواطؤ من بره ولا اهمال من جوه؟ كده بنحمل وزير الداخلية المسؤولية كاملة عن الحادثين اللي حصل. الحل في الموضوع ان احنا لازم كمجلس نواب ما احناش مكلبة نتكلم رايحين جايين وما بنعملش حاجة. هكرر الكلام تاني للاخوة اللي قالوه ان احنا عاوزين حاجة عاجلة للإنجاز قانون الإجراءات. شكرا.